الصلاة والسلام عليك عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك عليك يا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أولاد يا مقلي من منكم سمع عن نبي الله يوسف؟ هل منكم سمع نبي الله يوسف؟ بالعربي جاوبوني أو بالصومالي. يا نبي يوسف يا مقلي نبي يوسف، حد منكم سمع عن نبي يوسف؟ نبي الله يوسف. أيوة، هذا نبي الله يوسف نبي مثال للصبر والعفة. عفة وحالة ولا آذو دور سناي محارم الله واسك إلى لناي، وكان صابر لأن إخوانه أخذوه ودخلوه في داخل البئر مشان يموت. صبر وتحمل. الحمد لله أجوا ناس خرجوا منه بعد سنوات وحسن قضي رئيس البلاد. لما إخوانه 10 أجوا ضروريين، معهم حاجة، معهم جوع، هو عرف أنه إخوانه، بس صبر. ما قال أنتم سويتوا بي كذا، ليش أنتم تكرهوني وأنا صغير، ليش دخلتوني داخل البئر مشان أموت. ما قال لهم، قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. waxaan idin karaba male, waxaan idin haysta malaha, baxow dhahay, fasaxatiin. nabiyullaahi yuusuf waxaa waaye مثال للصبر. ما كان هو يبدأ المشاكل مع الناس. إذا بدأوا الناس مشاكل معه كان لا ينتقم، لا يستقصي، ما أرسنين، يقول أمري إلى الله، أمري إلى الله. حتى هذا الصبر الله سبحانه وتعالى أعطى له جزاء أنه أصبح ملك البلاد. هكذا يا أولادي، أنت تذهب إلى المدرسة، تذهب إلى المعلمة، تذهب إلى المعهد الإنجليزي، ممكن واحد يغلط عليك، واحد يجيب يقرح اسم أمك، واحد يسبك، واحد يحاول يأخذ منك حق، قل له الله يسامحك. بدل ما أنت كل يوم تروح تهاجم على العيال، تسب أباهم، تصيح فوقهم، تأخذ حقهم. أنت لا. المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده. أنت تقول لما تخرج من بيتك اللهم أنا سالم. إيش معنى لما واحد تقول له السلام عليكم؟ معناها أنت تسلم مني، لا أخذ مالك ولا أعتديك ولا أسبك ولا أغتابك ولا أظلمك. معنى السلام عليكم معناها هكذا. إذا واحد غلط عليك، ضروري واحد يغلط عليك، قل له الله يسامحك. أنت مش أنك تخاف منه، مش على أنك تخاف منه، إنما تقول أنا أجري إلى الله، أجري إلى الله. إذا أنت رحت سبيت عيال الناس، أمك كذا، أبوك كذا، يا ابن فلان، وهو يرد عليك، أنت الغلطان مش هو غلطان، لأنك أنت بدأت. إذا أنت قلت يا أمك كذا وهو قال لك وأنت أمك كذا، مين جاب فضيحة لأمك؟ أنت اللي بدأت. الذنب عليك وجبت فضيحة لأمك. كل يوم أنت ترضى عيال يسبوا أمك؟ لا، أمك حملت في بطنك
تربيك، تعطيك كل شيء، تحبك، بدل ما ترفع اسمها أنت تسب عيال الناس وهم يسبونك، يا ابن فلان أمك كذا أمك كذا، وهو يردوا عليك. الصبر والعفة. نبي الله يوسف لما طلع كبير كبير كبير، الحرمة اللي كان يعيش معها في البيت قالت له أنا أشتي تسوي فضيحة معي، رفض، قال عيب، أنا تربيت في هذا البيت، مش ممكن أنا أسوي خداعة، مش ممكن أنا أسوي خيانة. الله سبحانه وتعالى رفعه، خرجه من داخل البطن، من داخل البئر، الله رفعه، أعطى له ملك عظيم. عندما أصبح ملك ما بدأ ينتقم على الناس، أنت سويت بي كذا، لا، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، أمري إلى الله. المسلم طبيعته هكذا دائما، أنت اخرج من بيتك اذهب إلى المدرسة، اخرج من بيتك اذهب إلى المعهد، اخرج من بيتك اذهب إلى الملعامة، روح انفع أمك وانفع أبيك، بس ارجع بسلامة، ارجع بسلامة، لا تغلط على الناس، لا تغلط على الناس. هذا هو الله سبحانه وتعالى يعطيك عوض. قل للإنسان أنا ما أخاف منك، بس أنا أتحمل، أنا أصبر مشان أجري إلى الله، الله يسامحك. بعد فترة الناس كلهم يقولوا هذه بنت محترمة، هذه بنت متأدبة، أبوها محترم، أمها محترم، هذا الولد محترم مهذب، ما يسب الناس، حتى إذا الناس غلطوا عليه ما يرد عليهم، محترم محترم. الناس كلهم يحبونك، المدير يحبك، المشرف يحبك، مربي الفصل يحبك، مدير المعهد، مدرسة المعهد كلهم يحبونك، المعلمي كله يحبك. هذا الولد يقولوا ابن حلال، ابن الناس. هذا هو. نتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا على استضافتكم. إن شاء الله اللقاء ثاني. بارك الله فيكم. الصلاة والسلام عليك، عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك، عليك يا